ليه يا حبيبي مش مستمتع؟ هي الصحة دي مش متعة؟ هي محبة الناس دي مش متعة؟ هي النجاح اللي انت فيه ده مش متعة؟ هي الروح القدس اللي فيك ده مش متعة؟ هي الكنيسة المفتوحة لك دي مش متعة؟ هو الحب اللي انا بديهولك ده مش متعة؟ ليه كل ده مش حاسه؟ يعني ربنا بيبصنا مالكم بقى، انا اعمل لكم الدنيا دي كلها واحبكم كل ده الحب، وكل لقمة تاكلوها بالهم، ليه يعني؟ وانا مت؟ ليه بتعملوا في روحكم كده؟ ليه مش مبسوطين زي العيال؟ العيال عادة بيعرفوا يبسطوا روح الطفل، هو أهم أيقونة متحركة للمسيح في حياته. فأنت قدامك طول الوقت شخص بيشاور لك على السماء، بيشاور لك على الوداعة، وبيشاور لك على البساطة، وبيشاور لك على النقاوة، وبيقول لك كل اللي في الإنجيل، وهو بيلعب وهو بيتحرك. طب إيه رأيك كل مرة تشوف طفل صلي في سرك صلوة بسيطة تلقائية، يا رب نفسي أبقى كده معاك، نفسي ألعب زي كده، أفرح زي كده، أشارك زي كده، أنام زي كده. مشكلة فينا احنا بقى ان انت فقدت الاقتناع بانك محتاج الكبير. انت بقيت كبير، فانت ما عدتش محتاج ربنا، ما عدتش محتاج حد يبقى مسؤول عنك، انت بقيت مسؤول عن نفسك. الحقيقة لا، انت عند ربنا عيل صغير. فكل مشكلة لما الدنيا تقفل معاك زيادة مشاكل وهموم، خلي الصورة بتاعت الطفل اللي راكن على كتف ابوه ونايم ده تبقى في ذهنك، انك بتقول له يا رب نفسي اغمض عيني وانعس، وانت بقى فكر، انت شيل، انت مسؤول.